أحذفه ولا أسيبه يعيش؟ هذا هو السؤال. عزيزي الكاتب، لو تسأل نفسك السؤال ده مع شخصية في الرواية بتاعتك ومحتار، فأنا عندي الحل. خلينا بس نتفق إنك أكيد هتسأل نفسك السؤال ده مع شخصية جانبية، لأنك لو سألتها مع رئيسية فأنت كده عندك مصيبة. والشخصية الجانبية دي عامة هتحس إن هي ملهاش دور قوي، أو وجودها من عدمه مش فارق. بس هترجع تسأل نفسك سؤال: يا ترى الإفيهين الحلوين اللي الشخصية دي رمتهم، هل يشفعوا له إن هو يكمل معايا الرواية للآخر، ولا لأن دوره مش كبير المفروض أشيله؟ الحل كله في كلمة جينجا. بس قبل ما اشرح لك هي ايه وازاي تستخدمها في الرواية بتاعتك، عايزة افكرك ان روايتي ان شاء الله هتكون موجودة في معرض الكتاب، سواء أثير أو لهيب التنين. ولهيب التنين هيكون عليها عرض 50%، مش هيكرر لآخر السنة. غير ان انا نفسي ان شاء الله هكون موجودة يوم 23 الجمعة بعد الصلاة. متحمسة جدا اني اشوفكم جميعا. المهم، ايه الجينجا دي اساسا؟ هي لعبة كورية عبارة عن شوية صوابع خشب كده بيكتبوا فوق بعض عشان يعملوا لك برج من الخشب. اتنين بيقعدوا قدام بعض، كل مرة واحد فيهم بيسحب صباع خشب من الصوابع دي. لو البرج انهار كده انت تخسر، لو فضل سليم يبقى انت كسبت ويجي دور اللي وراك. عايزك بقى تتخيل نفس حاجة في الرواية بتاعتك دلوقتي. برج الخشب بتاعي ده اللي هي الرواية أو الحبكة أو القصة بتاعتي، لو أنا شلت منها صباع الخشب ده أو الشخصية دي من الآخر، هل الحبكة هتنهار؟ والله لقيت إن مش هتنهار ولا أي حاجة. هي ما زالت متماسكة، والدور بتاعه أو كام جملة اللي هو قالهم ممكن يتوزعوا على بقية الشخصيات أو حتى يتحاسبوا أصلا ومحدش هيحس بحاجة. لو لقيت الموضوع عادي جدا كده، احذف الشخصية، هي كده فعلا ملهاش لازمة. ولكن لو لقيت إن أنت لما جيت شلت الشخصية الموضوع مش نافع، ومش نافع بمعنى إن الحبكة بتاعتك باظت. فمثلا هديك مثال عشان الموضوع يكون أوضح. دلوقتي أنت الشخصية بتاعتك دي شخصية متهورة بغباء، فكل المصايب أصلا اللي بتحصل بسببها. هما دلوقتي داخلين مكان ملعون، قلنا من حدش يلمس حاجه، بس الشخصيه دي من كتر ما هي متهوره حاولت تفتح النور، قامت عملت لهم مصيبه لان النور ده طلع فخ مش عارفه وداهم في مش عارفه ايه. طيب، بقيه الشخصيات لما انت جيت بنيتها شخصيتها مش متهوره، فمحدش فيهم هيعمل الحركه دي غيره، فبالتالي وجوده فعلا مهم. لان من غيره الاحداث والمصايب والمشاكل اللي كانت بتحصل مش هتحصل. شبه سكوبي دو كده، كل شخصيه فيه مهمه وكل شخصيه ليها دور، وما ينفعش تشيل واحد فيهم. يا اما دايما هتحس القصه ناقصها حاجه، او ان ردود افعال الشخصيات ما ينفعش تستبدل. يعني هو مثلا في شخصيه جانبيه بس هي محلله، اي نعم هي ما بتروحش معاهم المغامرات بس هي اللي بتواجههم، فمن غيرها بقيه الشخصيات اصلا مش بالذكاء ده. من غير الشخصيه دي هو مش عارف يعمل حاجه، مش عارفوا يروحوا فين، مش عارفوا يجوا منين، مش هيعرفوا يحلوا المشاكل اللي بتكون قدامهم. فالشخصيه دي كده دورها مهم، فما ينفعش تتشال، لانك هتلاقي ان الحبكه ذات نفسها بدات تتفكك. هنا هنقول لا، كده لازم نسيبه يعيش. فعزيزي الكاتب، لو عايز تعرف اكتر اسرار عن كتابة وستوري تيلينج ما تنساش تعملي فولو.